شكرا لكم مع مدرب المنتخب المغربي طارق السكيتيوي. ألف 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 مبروك كابتن، شعورك وأنت في نهائي كأس العرب؟ سعيد الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، هذا من فضل ربي. وكيف ما تنقول دائما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، والتواضع جميل. من تواضع حقيقة، من تواضع لله رفعه. الإخلاص في العمل أكيد أن ربي كيوفق، يعني هذه وصفة اللي عبد ربي كيمشي بها. والحمد لله لقينا كذلك لاعبين اللي بواحد القلب وبواحد لي فالور، بواحد المبادئ، واحد الأخلاق كبيرة بزاف، كترأسها الحب ديال الوطن، الوطنية والغيرة على حمل القميص الوطني وتمثيل المغرب أحسن تمثيل. والحمد لله انتم شفتوا الرجال كيفاش قاموا بالمقابله. انا يمكن كنت قلت قبل المقابله بانه المقابله يعني المفاتيح ديال المقابله كتكمن في الذكاء ديال التعامل مع مجريات المقابله، وكتكمن كذلك في التريث والصبر. وكنظن باننا الحمد لله في الشوط الاول كان المنتخب يعني جيد كثير، و يعني زيتي تري ديسيبليني، تقيدوا بالتعليمات. وفي الشوط الثاني بطبيعه الحال لعبنا ضد منتخب اللي بهذه المناسبه كنحييه على لا كاليتي ديالو وعلى كذلك الروح اللي بين عليها، وكان الند لينا، وكنا عارفين بانه يصعب علينا المأموريه في الشوط الثاني. وراه ابانوا على علو الكعب ديالهم خصوصا في وسط الميدان وفي الهجوم، لكن الحمد لله ربي وفقنا باش نديروا التغييرات اللي كانت في الوقت المناسب واللي عطات الاكل ديالها، وتمكنا باش نسجلوا الهدف الثاني والهدف الثالث. سعيد كثير، ويعني اي حاجه لي زيلوج كاملين خصهم يمشيو لهاد الرجال هذا، ماشي شي واحد من غيرهم. لكن كذلك أنت طارق بطل إفريقيا المحليين، ميدالية أولمبية، اسمح لي أقولها لك في انتظار المباراة النهائية، كل ما تلمسه يتحول إلى ذهب. اشرح لي هذه النجاحات على المستوى الشخصي كمدرب للمنتخبات المغربية. والله كتكمل يمكن في كلمة كبيرة هي الاحترام. الاحترام يعني أول شيء الاحترام لذاك اللاعب. أنا لعبت كرة كنحس باللاعبين، تعاملي تعامل خاص مع اللاعبين ديالي منذ البدايات ديالي في التدريب، فيه واحد الاحترام كبير مني للاعبين، كذلك حب صادق، لاني كنحس بالصعاب ديال اللاعب وبان لا كارير ديالو ماشي سهله. هذا الشيء عشته ماشي تقال لي، فكاين واحد الحب كبير، وفي نفس الوقت كاين واحد الاحترافيه اللي كبيره ومسؤوليه اللي كبيره، وكنحاول ندير هاد الثلاث هاد لو تريونغل هذا، واكيد انه كيعطي لا بيرفورمانس وكيعطي النجاحات، ورضا الوالدين ورضا الله شيء كبير كبير كذلك. ألف مبروك، تستاهل، ألف مبروك. تم اختياره أفضل لاعب في المباراة، لكن سعادتك حمزة بهذا التأهل إلى النهائي. أول حاجة كنبغي نهدي هذا الفوز هذا وهذا التأهل أحسن لاعب لجميع الجماهير المغربية، وأولهم جلالة الملك نصره الله، كنهديو له هذا الفوز هذا والتأهل النهائي. الحمد لله حنايا فرحانين بهذا النهائي. الهدف ديالنا الأول والآخر أننا إن شاء الله نرجعوا المغرب بالبطولة إن شاء الله. شاهدنا منتخب مغربي في نسق تصاعدي في هذه البطولة، والحمد لله مع مرور المقابلات كيف ما لاحظتوا ان انسجام كل ما ماتش كل ما اللعابه كيزيدوا يتعرفوا على بعضهم كل ما كيكون انسجام اكثر. الحمد لله هذا الشيء بدا كيعطي الاكل ديالو. ان شاء الله يا ربي الحبيب من هنا المباراه النهائيه اللي غنكونوا في المستوى ان شاء الله. توفيق وشكرا جزيلا. مني عليك. الحمد لله الحمد لله. اهم شيء بلوغ النهائي اللي كان هو عندنا هو الاهم. المباراه هذه كان علينا نخليو فيها كل شيء باش نجيبوا التأهل النهائي. كنشكر اللاعبين، كنشكر الجمهور اللي كان حاضر، اللي ساندنا بقوه واللي حضر بكثافه. كنشكر اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم. المباراه ما كانتش بسهله. كنبغي نشكر المنتخب الاماراتي على الروح الرياضيه ديالو. الحمد لله حققنا المبتغى ديالنا اللي هو التأهل النهائي. هذه مباراه خصنا نفرحوا اليوم النهائي اللي وصلنا ليه، ولكن غدا خصنا نساوها باش نجهزوا النهائي. شكرا للرجال مهدي وتبارك الله اللي دخل وعاوننا، كنشكروه تا هو بزاف. الله يحفظك اخويا كريم. ابا شعورك باللونجلي احسن. Your feeling after this match. والله fantastic. Alhamdulillah, it's my first experience with Muntakhab, and directly we go to the final, so alhamdulillah it's something big. خالد، كريم شرح لي الهدف
كيف طلعت في ديك الهدف؟ وبصراحه انا كنت شفت مساوي غادي يدير سونتراج، فكان الاحساس ديالي انها غادي تجي في القائم الثاني، كان عليا انني نتغلب على المدافع. الحمد لله كان التايمينغ عندي في الوقت، سجلت. فرحه لا توصف. لكن الاهم في هذا الشيء وانني هديت واحد الهدف اللي يتمين الفريق ديالي، الحمد لله اللي خلانا عطانا واحد الثقه. كنشكر اللاعبين مره اخرى، كنشكر الطاقم التقني، كنشكر الجمهور هذا الكبير اللي كيساندنا، والجمهور اللي في المغرب اللي دائما كيساندنا معنا بالدعوات. الحمد لله يعني فرحه لا توصف. Ashraf, very important goal, and now all the people need the trophy. Yes, alhamdulillah. It was, when you come inside, you try to be important for the team. And alhamdulillah, I made the goal. Thanks to Hamdallah, great pass. And it was a little bit lucky, but sometimes you need it in football. Congratulations, ألف مبروك.